تبدأ فعاليات احتفاليتنا النهارده بكلمة افتتاحية وترحيبية من صاحب الحكاية الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤوليات الاجتماعية والتنمية المستدامة ومساعد وزير التضامن السابق، فليتفضل إلى المنصة. السلام عليكم. اولا بشكركم جدا 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 على التقدير وتشريفكم لينا وحضوركم معانا والاحتفال بمرور 10 سنوات على عمر الرحله بتاعت ESR Egypt. الرحله باختصار كانت حلم اتخلق سنه 2014، كان ناتج عن احتياج موجود على ارض الواقع في مصر. كنا في مرحله سياسيه خطيره، كان في فجوة تنموية كبيرة، حصل بريق من الأمل، شجعنا إحنا كشباب إن إزاي نقدر نخلق منظومة تعمل تكامل ما بين الأطراف المعنية للتنمية. وبما إني كنت حديث العهد بالتنمية في 2014 فلجأت لأصحاب الخبرة وأصحاب الرؤية في المجال. كان في 3 مكالمات. أول مكالمة كانت مع دكتور نيازي سلام، الله يكرمه بصراحة وأنا بحبه على المستوى البيرسونال وتحياتي ليه. تاني مكالمة كانت مع ماما نواد دجوي اللي هي في الطريق وهتشرفنا، تحية ليها لحد ما توصل. تالت مكالمة ما كانتش مكالمة، كان اجتماع وكان في سؤال غير مسار الحدث وخلانا نحط كوده في اسكس نمشي عليه ويعلمنا ازاي ننجح، وعندنا ميثاق من الشرف ومن الاسكس ومن الاخلاق. هي دي القيمة اللي هتوصلنا للهدف مهما كان الطريق صعب. كان الاجتماع مع دكتور داليا عبد القادر أيام ما كانت في العرب الأفريقي، تحياتي. الاجتماع ده سألت فيه سؤال خطير جدا. قالت لي جاي عايز لي سبونسر ولا عايز لي سبيكر؟ فقلت لها هتحيريني معاكي، عايز لي سبونسر ولا عايز لي سبيكر؟ ايه الفرق؟ قالت لي أنا لو جيت سبونسر مش هينفع أبقى سبيكر، ولو جيت سبيكر لو جيت سبيكر مش هينفع ابقى سبونسر، لو جيت سبونسر مش هينفع ابقى سبيكر. قلت لها بصي بصراحه انا نيتي وانا باخد من حضرتك الميعاد ان انا اجيبك سبيكر. قالت لي يبقى مش هينفع ابقى سبونسر. على قد ما حزنت على قد ما فرحت ان لقيت في قيمه اتخلقت واتولدت، ان القيمه هتجيب فلوس. وصلت العلاقه بيني وبين دكتور داليا عبد القادر على مر ال10 سنين، ده شريك رئيسي لينا. عديت باختبار تاني قبل الاحتفاليه دي. طبقا لتوجيهات القياده السياسيه احنا بننتهي حاليا من استراتيجيه وطنيه للCSR في مصر لاول مره. كل شركه من الشركات وكل وزاره من الوزارات عندها CSR استراتيجي، لكن لاول مره دلوقتي احنا عملنا لجنه وانتهينا بعد التنسيق من كل الجهات في اللجنه الوطنيه من اعداد استراتيجيه وطنيه لكل مصر في مجال CSR. المرحله الجايه هنديلكم في فورماتس مختلفه، سواء شركات البترول، في الاتصالات، كل الفاعلين، على اساس ناخد الستيك هولدر ابروتش ونسمع منكم ايه رايكم في الاستراتيجيه دي قبل ما ننتهي منها. فانا حبيت اشكر بس حسن مصطفى على الحفله واشكركم على طبعا المساهمه بتاعتكم.